السلام عليكم، مرحبا بكم، على سلامتكم في قناتي. نرحب بالجميع، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. اليوم حبيت نشارك معكم هذه الوصفه تاع غولي فارسي على فيون داشي والفرماج بطريقه سهله ويجيكم بزاف بنين، يعني تقدموه كطبق رئيسي لضيافكم. فوالا، الحاجه الاولى نبداو بها، نجيبو صدر الدجاج نرحيوه في الدار. احسن شيء نرحيوه في الدار خير من نرحيوه في عند البوشي، باسكو نغسلوه على بالكم الدجاج فيه شويه لازم نعقموه. فوالا، نديروا له شويه تاع ثوم مسكرفجه، ونديروا له التوابل. عندنا الكركم، شويه كمون، شويه فلفل كحل، هكذايا. الملح اكيد بلا ما نقول لكم الملح دائما ننساه، بصح دائما على بالي ديروه اكيد. نزيدوا له مغرف تاع لا موطارد وشويه زيت زيتون. هنا نديروا له زيت زيتون باش من بعد يجينا طري. فوالا البنات، هنايا نديروا له توابل الدجاج ونضيفوا له خليط بين الكزبر والمعدنوس هكذايا. نخلط كلشي مع بعض، نخلط مليح. تحبوا تخلطوا بالمغرف ولا بيدكم باش يعني يدخلوا كامل هذوك التوابل في صدر الدجاج هكذايا. نخليوه يرتاح بتجيه يتنكه بالتوابل. نحضروا اللحم ديالنا، اللحم مرحي، نضيفوا له شويه بصل مقطع صغير، نضيفوا الخليط بين معدنوس والكزبر، معدنوس وحشيش شوربه، نضيفوا نفس مش نفس التوابل، نضيفوا فلفل كحل وشويه موطارد. هذا ما كان يعني اللحم نعرفوا باللي بنين بلا ما نتبلوه. هذا هو، نخلطوه مليح كيما راكم تشوفوا هكذا مليح، ونخليوه يتنكه بالبصل هذاك والتوابل. هنا من بعد ما ارتاح لي اللحم ديالي والدجاج، نروح نوجد الغولي ديالي. هنايا بهذه الطريقه راح نستعمل هذا البابي فيلم، ولا عندكم واللي ما عندوش يستعمل كيس غذائي عادي، الاكياس هذوك البيوضه تاع الخبز. نحط بابي فيلم بهذه الطريقه، ندير على 2 خطرات، يعني نفرش الورق على 2 خطرات باش يعني نخدم الاز. قلت لكم اللي ما عندوش بابي فيلم يستعمل اكياس البيضاء هذيك الغذائيه. فوالا، نفرش هذاك لو بولي ديالي. نبدا بصدر الدجاج هكذا، نفرشوه هو الاول باسكو انا ديجا لا كونتيتي تاع الدجاج اللي عندي اكثر من اللحم. فوالا، وانا نحب يعني الدجاج هو يجي من الفوق باسكو من بعد نحمروه راح يجي بزاف بنين هذا البلا. هكذا بالاستعانه بشويه تاع الزيت باش ما يسقناش في يدنا، نفرشوه كامل ونضيفوا الطبقه تاع لا فيون داشي كيف من الفوق، ونمشيوه غير بالعقل. لازم نغطيوه، ماشي يعني نغطيوه كامل، ولكن نمشوه مليح فوق هذاك الصدر تاع الدجاج. فوالا، هذا يعني راح نقدموه كطبق رئيسي، يعني ما شاء الله يحمر لكم وجهكم مع ضيافكم وبزاف بريزونطابل هكذايا. فوالا، هنا نشد الفرماج ابيض، يعني هكذا ندير هكذا خط من الفرماج الابيض، وبالاستعانه بالبابي فيلم نبدا ندور في الغولي ديالي هكذايا غير بالعقل، هو ما راحش يتحل لكم. هكذايا ندوروه مليح، نغلقوه من الاطراف، نسويوه مليح حتى يجيكم منبوده هكذا خشين، ما نديروهش بزاف رقيق هكذا. نليموه ونغلق كامل بالبابي فيلم، ونزيد نغلق الاطراف بهذا الشكل. فوالا، لويوه مليح هكذايا باش يدي لها فورم شابه هكذا، ونغلق الاطراف كيما راكم تشوفوا. لازم تغلقوا الاطراف باش ما يتحللكمش من بعد. فوالا، نغلقوها بهذه الطريقه، شوفوا البنات. ومن بعد نجيب بابي الومنيوم نفرشوه هو الاول، ونزيد عليه
بابي بابي كويسون هكذا، يعني باش يكون الاكل ديالنا صحي. هكذا البنات الرولي كيما شفتوني، كيما درنا بالبابي اليمونتير نكملو كامل نفس الطريقه، نلوي ونغلق في الاطراف. هنايا بلا ما نديرو العقده بيان سور، بابي الومنيوم يغلق هكذا كي تعبزو برك عليه يتغلق. فوالا البنات، هنايا نروح نجيب المول اللي يدخل للفرن هكذايا بهذه الطريقه، ندير عليه واحد الكاس تاع الماء باش ما يطيبلناش ناشف بيان سور هكذا، وندخلو للكوشه نشعلو غير من تحت حتى يطيب لي. من جهه اخرى نروحو نوجدو لاصوص ديالنا. في مقله درت شويه تاع البصل، شويه تاع الثوم كيما راكم تشوفوا هكذا، نسكرفجها غير يعني حبيبات تاع الثوم، نقليوهم مليح، شويه فلفل كحل، ندبلو مليح هذوك البصل والثوم، نعسوهم البنات. توجور نقول لكم الثوم بالكو يتحرق لكم باسكو راح يتبدل كاع الكو تاع الاكل ديالكم هكذا، غير يتبالو يتبدل لونهم. نضيف عليهم لا كريم فريش الخاصه بالطبخ. فوالا البنات، فوالا نضيف عليها شويه تاع الكركم تعطينا اللون بزاف شباب لاصوص هكذا. شوفوا البنات كيفاش تبدل اللون وبدات تتقى لنا يعني لاصوص ديالنا. هنا نضيف شويه تاع الزيتون نقطع رقيق. فوالا البنات، نزيد نخليه يطيب شويه مع لاصوص ديالنا حتى تتقال شويه ونحيوه. فوالا هنا من بعد ما طاب لي نفتح عليه قدامكم. فوالا كان هنا شويه سخون ما قدرتش يعني نفتحو هكذايا، نقلبوه. دوك البنات هنايا كان طاب لي مادام نشوف الماء سيتادير يعني طاب لداخل الغولي ديالي راه واجد. فوالا نحي قبل هذاك البابي الومنيوم، هو ما حش ياخذ معنا الوقت بزاف كيكون اللحم مرحي والبولي هذاك مرحي كيف يعني ما يديناش هذاك الوقت. البنات هاد لاصوص ما ترميوهاش، دوك نضيفوها لاصوص بلونش اللي رايحين نخدموا بها. فوالا شوفوا البنات هنايا طاب يعني ما شاء الله، قلت لكم ما داليش بزاف الوقت. فوالا دوك نعاود نرجعو للمول بعد ما غسلته بيان سور هكذايا. نرجعو للمول، قبل ما ندخلو للمول ندهنو هنايا بشويه تاع العسل، شويه توم مرحيه لا موطارد وشويه طوماطيش تاع الباطا، نخلطهم مليح مع شويه ملح وفلفل كحل، نخلطهم مليح وندهنوهم من الفوق. على بالكم هاد الطريقه راح يجيكم بزاف بنين يا البنات. واش نقول لكم على الكو ديالو يعني ما شاء الله من اروع الاطباق. سورتو هاد التحميره بالعسل يعني واحد الكو تاع العسل يعني ما يقعدش حلو بصح فيه واحد الكو مع الطوماطيش يعني ما شاء الله يجيكم بزاف بنين. شوفوا البنات انا من بعد ما حمرته من الوجه الاول نعاود ندورو نقلبو باش يتحمر لي كامل من الجوانب. نزيد ندهنو اكيد بيان سور، نزيد ندهنو بهذيك الخلطه ويزيد يتبل لي اكيد مليح مليح. فوالا نزيد ندهنو بها كامل ونعاود نرجعوه للفرن باش يزيد يتحمر بوغ لا دوزيام فوا. ها هو البنات شوفوا ما شاء الله كيفاش تحمر ياه ما شاء الله. ان شاء الله تجربوه البنات وتحطوا لي تعليقاتكم لتحت. شوفوا لاصوص من بعد ما تقالت لي البنات هذه راح نسير به الغولي ديالنا باش ما يجيناش ناشف. فوالا نقطعو هنا راهو بزاف سخون يعني قطعته باش تشوفوا كيفاش يجي من الداخل. هكذايا نقطعوه يعني على حسب افراد العائله
ما شاء الله. يعني هذا مع لاصوص ودوزيام، يعني قلت لكم انا دائما نوجدو كوم دوزيام بلا مع لا سوب ولا مع شربه. شوفوا ما شاء الله داك الفرماج ساح كامل. فوالا البنات هاني سقيته لكم هنا في طبق التقديم. هذا هو شكله الاخير. سقيته مع لاصوص بلونش ديالو. شوفوا البنات ما شاء الله. وبنتم ما نقولكمش كيفاه. ماذا بيا تجربوه وتقولوا لي كيفاش جاكم. هذه هي البنات، ان شاء الله يكون عجبكم، تكون عجبتكم الوصفه اللي نهار اليوم. ان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد ووصفه جديده في مطبخ لاله فاطمه DZ. الى اللقاء، مع السلامه.